والله العظيم يا برنس انا كرهت الكره المصريه بنظامها. هي بقت ماشيه حسب المزاج. عندنا مزاج ايه النهارده؟ ناجل. انا نفسي افهم هو ايه الصعب في القرار؟ ايه الصعب في القرار انك تقعد تاجله مره واثنين وثلاثه وبقى يوم 15 ليه؟ ايه الصعب فيه؟ هتقول لي انت كده مش اهلاوي، اقلع التيشيرت ده. يا ابني ده عدل، عداله، يعني في قانون، واحد زائد واحد بيساوي اتنين. مش محتاجه فقاقه هي. تمام؟ يعني نادي الزمالك السنه اللي فاتت نفس الموقف على الزمالك. تاني يوم طلع القرار مفيش رجعه، خصم 3 نقاط في بتوع المباراه وخصم 3 نقاط في نهايه الموسم ونادي الزمالك خسران، خلصت. ايه اللي حصل بقى؟ انا مش فاهمها. ايه اللي حصل انك كل شويه تاجل؟ يعني هم قايلين بقى لهم فتره كان المفروض يطلع، فقال لك لا اجل ليوم النهارده. تمام؟ اللي هو النهارده الخميس. قال لك لا يوم 15. ليه بقى يوم 15؟ انت كل ما بتاجل وكل ما بتبعد بتعرف ملامح الدوري، فبتفهم ملامح الدوري. فانت هنا هتقعد تشوف الاهلي محتاج ال3 نقاط يبقى ما نخصمش، الاهلي مش محتاج ال3 نقاط والدوري خلاص راح لبيراميدز، طلع القرار واخصم من النادي الاهلي. ما انا مش فاهمها. هتقول لي انت كده مش اهلاوي وبعدها لك تاني، مش عاجبك يا عم ما تتفرجش عليا. بس انا الفكره انا بحب العدل. فكره انا شفت واحد زائد واحد بيساوي اتنين، واحد زائد واحد دي يساوي واحد، دي ما فهمهاش. انا ما بفهمهاش. هتقول لي ده انا نادي الدوله وانا يا جدعان قسما بالله يا جدعان ده الاسماعيلي يا جدعان ينزل درجه تانيه يا جدعان، احنا خلاص دوري شركات. انت ايه المتعه في اللي انت بتتفرج عليه؟ ايه المتعه وانت بتخلي كل المنافسين بتوعك مش موجودين، بتمحيهم؟ انت مش عاوز فيه منافسه، هتلعب كوره ليه يا ابني؟ يعني الناس ايوه كده، ايوه كل الدعم. يا جدعان انا نفسي في الدوري بتاعنا يكون جامد، في منافسه، ده اللي انا نفسي فيه. نفسي الاهلي ياخد الدوري كل سنه، بس ناخد الدوري كل سنه اشوف فيه منافسه. يعني السنه دي وانا شايف المنافسه بالمنظر ده عجباني. ولو الزمالك فايق كمان بصفقات هتلاقي الدوري حلو اكتر واكتر، والمصري يفوق والاتحاد السكندري يفوق، نفس الانديه الجماهيريه والاسماعيلي يفوق. هتتفرج على كوره. انا من شويه كنت بتفرج على قناه النادي الاهلي ماتش الاهلي والاسماعيلي بتاع 2009. انت متخيل يا ابني انا وصلت لحاله ابقى بتفرج على ماتشات بتاعت 2009 اللي انا اتفرجت عليها وعارفها؟ فانك كل شويه تاجل القرار ليه؟ لمصلحه. هتقول لي ما هو ده مصلحه الاهلي. ما هي يا جماعه هي واضحه زي الشمس. انت لو ما بتشوفش غير كده يبقى انت عاوز تروح تكشف نظر. هم الفكره ان الاهلي هم خايفين من رده فعل الاهلي. ما لغايه دلوقتي ما عنديش سبب من التاجيل. يعني انت ليه بتاجل؟ يعني قاعد النهارده كنت قاعد عمال احسبها، يا لو طلع القرار وخصموا مننا 3 نقاط وخسرنا ماتش المصري. انت متخيل؟ انت متخيل النهارده انت لو خسرت ماتش المصري وماتش سيراميكا اللي جاي اتعادلت الدوري بيروح، ولو خصموا منك انت القصه هنا واقفه على ال3 نقاط، ان هم لو اتخصموا منك انت هتلعب كونفدراليه لو استمريت في مسلسل كده غريب اللي هو بقى تعادلات وبتاع. انا لغايه دلوقتي مش فاهم. يعني هات لي سبب مقنع، سبب واحد يا ابن الناس. مش فاهمها دي انا مش فاهمها والله العظيم ما فاهمها. وربنا يا جدعان هي قصه مش قصه اهلي وقصه اللي انت اهلاوي مش عارف كده، بس انا بتكلم كلمه حق يا باشا. ده حق واحد ما راحش فاتعاقب. ما انا اتعاقب يعني كزمالك، انا اتعاقبت كده السنه اللي فاتت. اشمعنى غيرتها له؟ اشمعنى عملتها له وانا لا؟ اشمعنى انت بتخليه هو يبقى كده وانا كده ليه؟ والفكره هنا انت ما بتعدلش حاجه، انك كل موسم وخدها مني دلوقتي ربنا يدينا طول العمر انا وانت وموجودين. افتكر كلام الموسم الجاي هيحصل نفس اللي حصل، وانديه هتعملها. لو انت ما طبقتش المره دي وجيت الموسم اللي جاي جيت كده وجيت كده اقول لك يا باشا ما انت عملتها السنه اللي فاتت، اعملها لي السنه دي. فحرفيا اللي انا شايفه
منظومه الكره المصريه عامه غريبه. والقرار اللي طلع امبارح ده اللي اترمى في الاعلام بان هم هيلغوا حوار الهبوط ونادي واحد بس هو اللي هيهبط وكل الكلام ده، ايه ده؟ هي ماشيه لمصلحه مين النهارده؟ مصلحه ده، فخلاص هنديله القرارات ده، ماشيه لمصلحه ده نديله القرارات ده. فين الكوره؟ وفين فين متعه الكوره في الموضوع؟ غريب. سلام.